هاي الشوربة لازم كل بيت يجربها، كريمية وكتير طيبة. شوربة شوفان بالدجاج بأسهل طريقة. جهزت المكونات يلي بدي استخدمها لتحضير الشوربة، رح اكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. أول شي بقطع البصلة مكعبات صغيرة بهذا الشكل، واستخدمت فصين توم قطعتهم ناعم بهذا الشكل، واستخدمت جزرة بقطع الجزرة مكعبات صغيرة مثل ما انتم شايفين، وكمان بيلزمني حبة بطاطا قشرتها وقطعتها كمان مكعبات بهذا الشكل، وبيلزمني كمان الكرافس كمان قطعته ناعم. استخدمت قطعة صغيرة كرافس بتعطيني نكهة كتير طيبة. وهلأ عندي صدر دجاج قطعته كمان مكعبات ناعمة بهذا الشكل. وبطنجرة على الغاز استخدمت معلقة كبيرة زبدة مع معلقة كبيرة زيت زيتون، وضفت الدجاج اللي أنا قطعته وحمرته لحتى صار لونه ذهبي. وهلأ بضيف البصل يلي أنا مقطعته مع الثوم وبقلبهم شوي لحتى يتدبلوا، وبعدين بضيف الجزر والبطاطا والكرفس بقلبهم مع بعض لمدة 5 دقايق لحتى يتحمصوا. بعدها بضيف مرقة الدجاج بحركهم مع بعض. وهلأ لما بيغلوا بضيف التوابل، ضفت بودرة ماجي وكركم، بودرة ثوم، بودرة بصل وملح ومكعب ماجي، وبتركهم على نار هادية لمدة 7 دقايق تقريبا لحتى تستوي الخضار. بختبر الاستواء هلأ بعد ما استووا وبضيف الشوفان. بحرك الشوفان وبتركهم كمان لمدة 7 دقايق، وبضيف كاسة حليب وربع كوب كريمة الطبخ لحتى أعزز النكهة، وبضيف رشة زعتر بري أو أوريغانو مع رشة بقدونس خفيفة. هدول رح يعطوني نكهة غير شكل لهي الشوربة. وبهيك شوربتنا صارت جاهزة للتقديم. شايفين القوام؟ رح تقدموا عليها من أول معلقة، كريمية وناعمة وبتدفي وطعمها رهيب، غير إنها مفيدة لأنه الشوفان بيعطي طاقة وبيشبع. يعني وجبة كاملة وخفيفة بنفس الوقت. جربوها واحفظوا الوصفة عندكم، كتير رح تحبوها.